ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع حصاد الفكر. حدثتكم في الحلقة الماضية عن مقدمات ومفاهيم أساسية لماذا تخلفنا، ما هي أسباب تخلف أمتنا. واليوم اسمحوا لي أن أطرح لكم رأيي عن أسباب التخلف، وهذا رأي قابل للنقد وقابل للتعديل والإضافة يعني حتى التغيير الكامل، لكنها حصاد الفكر. في ظني أن هناك 3 أسباب رئيسية لتخلفنا. السبب الأول، وهو أساس كل الأسباب الأخرى في الحقيقة، هو الفكر. الفكر هو الذي يشكل التصورات، والتصورات هي التي تشكل القرارات، والقرارات هي التي تشكل الأعمال والأقوال. الفكر. إسلامنا بحمد الله تعالى إسلام صافي، وصلنا صافي والله حفظه لنا، لكن فهم العلماء وما ينشروه، بعض العلماء طبعا، وما ينشروه لهذا العلم وهذا الفكر فهم أعوج. انظروا وتأملوا في قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم. التمكين هو عكس التخلف. عندما نكون متمكنين عندها سنسود البشرية. فالله سبحانه وتعالى وعدنا أننا سنكون خلفاء في الأرض، ووعدنا أن يمكن لنا في الأرض، لكن تمكين ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ليس الذي ارتضاه العلماء المتخلفين في آرائهم، في أفكارهم، في قيمهم. العلماء الذين ما زالوا على الحق وعلى البينة وعلى الصراط المستقيم وعلى تقديم مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية، على الذين ما زالوا أحرارا مستقلين، ليسوا يعيشوا على الأعطيات. هؤلاء هم الذين يجب أن نتبعهم ويجب أن نسير على نهجهم، ليس علماء السلاطين الذين يعلموا الأمة الخنوع باسم الدين يعلموها الخنوع، وباسم الدين يجعلونا متخلفين، وباسم الدين صار كل شيء حرام. والله سبحانه وتعالى قد فصل لنا ما حرم علينا زادوها، حرموا كل شيء حتى صارت أشياء بديهية في الحياة صارت مباحة، وإذا حكم الحاكم برأي آخر صار ما حرموه حلالا. أي دين هذا؟ فهذا الفهم الأعوج. السبب الثاني طبعا بعد العلماء والفكر المتخلف الذي يجعل الأمة تتخلف، هو القادة الذين إذا صاروا ظلمة خونة فسقة، هؤلاء الذين همهم مصالحهم ومصالح بطانتهم، هؤلاء الذين لن يتمكنوا من الأمة إلا إذا وجدوا دعما من الذين يتبعوهم على هذا الباطل، ودعم من العلماء الذين يزينوا لهم هذا الباطل. لا شك أن هذا النوع من القادة سبب رئيسي في تخلف الأمة. أما السبب الأكبر فهو الوهن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم من آفاق الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يعني سيدعو بعضهم بعضا: تعالوا في طعام كلوه. تتداعى الأمم من الآفاق. قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير لكنكم
تكونون غثاء كغثاء السيل، الزبد اللي على السيل، سيل الماء الذي يجري عليه زبد كثير وخشب مقطع وغيره، ليس له وزن وليس له قيمة. ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عندما يفضل الناس الدنيا ويكرهون الموت، يؤثرون السلامة، يرضون بالخضوع، يرضون بالذل، عندها سنتخلف، وعندها يتحكم بنا قادة من أصحاب الفساد والظلم والطغيان، ويتحكم بنا علماء السلاطين هؤلاء. التخلف المادي هو نتيجة استكانة الشعوب وجهلها، هو السبب في هذا التخلف الأساسي. لا تكونوا من هذا النوع، وفقكم الله تعالى. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.